ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. وحشني من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون روتين حلو جدا جدا. هو مش روتين قوي، بس انا قلت اقدم لكم كده فكره ان شاء الله باذن الله تستفادوا منها. بس ما تنسوش اهم حاجه تحطوا لايك، دعوه حلوه، كمان كومنت جميل زيكم كده تحت في التعليقات على الفيديو. ويلا بينا كده نبدا في فكره الفيديو بتاعت النهارده. هو ان انا استغليت تلاجتي وقلت افرز حبه حاجات كده في الفريزر، ما كلفتنيش ولا جنيه، لان طبعا الحاجات دي كانت عندي في التلاجة. يعني ما نزلتش مخصوص واشتريتها. كمان استغليت حاجة الاسبوع او مشتريات الاسبوع اللي انا جبتها، وقلت برضو افرز منها كده كام حاجة بحيث ان انا برضو ايه تنفعني. يا رب فكرة الفيديو النهاردة تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك. بصوا، مبدئيا كده انا كنت جايبه جوافه زي ما وريتكم كده في المشتريات، واللي ما شافش فيديو المشتريات بقى يروح يشوفه. يعني انا تقريبا كنت جايبه يعني كيلو ونص او الا حاجات بسيطه كمان. المهم ان انا خدت نص الكميه ورحت قلت كده افرزها في الفريزر. انا كل ما بجيب مثلا صنف فاكهه، انا النهارده جبت مثلا 3 اصناف من الفاكهه، فاكيد مش هسيب ال3 اصناف وما استغلهمش. لا طبعا، البرتقال مش هينفع افرزه، الرمان برضو ما بفرزهوش. فبالنسبه لي هي الجوافه اللي بتتفرز. فساعتها رحت واخده نص الكميه، وقلت النص التاني ده هعمله عصير في نفس اليوم. خلاص. ده كده كان بالنسبه للفاكهه. كمان انا لما بجيب بلح رطب برضو بشيل منه جزء. يعني اي فاكهه انا بجيبها لقيت انها ينفع ان انا اشيلها، زي الموز، زي الجوافه، زي البلح الاسود، زي اي حاجه ينفع تتفرز بروح شايله منها جزء. يبقى كده انا ما جبتش مخصوص عشان خاطر افرز، وفي نفس الوقت ان انا ما ارهقتش الميزانيه بتاعتي. دي كانت اول حاجه. اما بالنسبه بقى للخضار، فانا طبعا جبت حاجه السوق، الحاجات اللي هتكفيني الاسبوع كله. فطبعا قبل ما اشيلها في التلاجة انا طلعت القديم. عملت بيه ايه بقى يا منى؟ هقول لكم عملت بيه ايه. الطماطم دي انا جبت طبق كده، وبدات ان انا احط كل الطماطم اللي كانت عندي في التلاجة من الاسبوع اللي فات. شلت منها الجامده قوي، طلعوا 3 وحدات بس، والباقي حطيته في الطبق. دلوقتي اللي انا بنقيه ده بقى اللي هو ايه، الطماطم اللي هي بتاعه الاسبوع اللي انا اشتريتها النهارده معاكم في المشتريات. برضو خدت منها الطري حطيته على الطبق، وخدت بقى كل الجامد حطيته في باسكت الطماطم. نفس الحكايه عملتها كمان مع الفلفل الرومي والفلفل الحار. الفلفل اللي على الرخامه ده القديم، هو كان دبل، فمش هينفع خالص ان انا اسيبه كمان الاسبوع ده. فقلت بقى خلاص ما بديهاش، هروح مفرزاه كمان. ايه ده يا منى، هتفرزي الفلفل؟ اه هفرز الفلفل، هقول لكم بستخدمه في ايه. تالت باسكت معايا ده كان فاضي تماما، اللي هو بتاع الخيار والجزر. فطبعا انا حطيت اللي هو بتوع السوق النهارده. خلاص. وبدات كده ان انا انظم مشترياتي، وبدات ان انا اشوف الحاجه الطازه اللي انا لسه جايباها احطها في التلاجة، والحاجه القديمه قلت هستغلها وان انا ابدا ان انا افرزها. فجبت الكبه بتاعتي بقى، وبدات ان انا اعمل اول حاجه. كنت جايبه الفلفل اللي هو الاحمر ده، اللي هو بتاع هريسه الشطه، لاني انا كنت عايزه اعمل هريسه شطه. طبعا هي غاليه، هي ب25 جنيه كيلو، بس انا قلت له حط لي ب5 جنيه بس. يعني الحبه دول ب5 جنيه. بدات اعمل ايه؟ طبعا انا غسلت كل الخضار، وكنت عملت لكم روتين يوم السوق نزل لكم على قناه التانية ست البيت. للي ما يعرفهاش اتمنى تروحوا تشتركوا فيها وتشجعوني كمان هناك. خلاص. فبدات بقى كده ان انا اجيب الكبه بتاعتي، بدات ان انا اشيل حته العنقود اللي فوق دي، وبدات ان انا اقسم كل قرن على جزئين. هبدا بقى ان انا اعمل كل الكميه دي احطها في الكبه، واحط عليها ملح واحط عليها زيت. قدامك اختيارين، يا اما تشيليها بعد ما تضربيها في كيس وفي الفريزر، يا اما تحطيها على نار لحد لما تتشرب كل الميه اللي فيها. الطريقه دي تنفع والطريقه دي تنفع، وانا جربت الاتنين ما حسيتش باي اختلاف. فانا ليه هتعب نفسي واحطها على النار وافضل اقلب فيها واستهلك غاز وافضل واقفه جنبيها؟ فانا بصراحه استسهلت الطريقه الاولى اللي انا متعوده عليها، ان انا بحط عليها ملح وزيت زي ما انتم شايفين، وببدا ان انا اضربها كده في الكبه. الكبه دي انا عملت فيها كل حاجه النهارده هتشوفوها يعني الحمد لله انجزت معايا كتير جدا، وفعلا حجمها حلو جدا، بتاخد معايا كميه حلوه. بصوا هنا بعد ما ضربت الفلفل اهو. بعد ما ضربت كده الفلفل، بدأت ان انا اجيب بقى كيس، وبدأت ان انا احط فيها الفلفل او هريسة الشطة اللي انا عاملاها. بصوا كمان عشان اقدر ان انا اتحكم في الكيس وانا بنزل كده الحاجه، بدات ان انا اجيب كده كوبايه كبيره، وبدات ان انا احط جواها الكيس وابدا ان انا انزل فيها. الطريقه دي بتخليكي بتبقى سهله جدا ان انت تعرفي تحطي الحاجه في الكيس وما تهدريش بره كتير. يعني هو اكيد واقع مني حاجات، بس برضو مش زي ما هكون بقى ايه فاتحه بايدي الكيس والايد التانية بنزل بيها، طبعا مش هعرف. خلاص. فبدات كده ان انا
ان انا ايه احط بقى كل الكميه. هي بصراحه خدت في كميه يعني ما عملتش معايا غير كيس واحد. فحلو جدا برضو، انا مش معترضه ولا حاجه. المهم ان انا برضو افرز اي حاجه احطها في الفريزر، وخصوصا هريسه الشطه دي لان انا بستخدمها بصراحه كتير. بس هي عشان خاطر كمان سعرها غالي مش رخيص، فقلت كده اجيب حبه وخلاص. بعد ما بحطها كده في الكيس ببدا ان انا ابططها وافردها في الكيس كله. انا كنت فاكره ان الكاميرا هنا بتصور حلو، بس لما بصيت رحت عادله لكم الكاميرا شويه عشان تشوفوا معايا اهو. بصوا بقى بططتها، خليتها كده طبقه رقيقه خالص عشان لما تجمد اعرف ان انا اكسر منها بكل سهوله. وهاتني بقى الكيس وحطه بقى في الفريزر. ودي كده اول حاجه انا فرستها بعد الجوافه. هنا بقى كان لقيت عندي كميه بصل، يعني بصوا الحمد لله، يعني البصل ده طلع كنز يا جماعه. انا الحمد لله لقيت عندي كميه بصل حلوه، فروحت واخده كل الكبير اللي فيها وقلت لازم افرزه. ليه بقى؟ لاني اولا بينفعني كتير جدا في وقت الطوارئ. وقت ما بكون مستعجله وعايزه الاكله فيها بصل بكسل قوي ان انا لسه هقشر بصلايه واقطعها في الكبه واغسل الكبه. بصوا بيبقى مجهود رخم يعني. لكن لما بتكوني مفرزه عندك بصل قد ايه بينفعك كتير جدا. كمان انا لما باجي اعمل تفريزات للبصل بعمل نوعين بصل: بصل اللي هو الخشن ده للطبيخ واي حاجه، وبصل ناعم جدا كاني بشرب المبشره علشان لو هتبل بيه بفتيك، هتبل بيه بانيه، اي حاجه محتاجه ميه البصل. هو طبعا بيبقى فيه بصل بس انا ببقى منعماه قوي قوي لدرجه ان هو يعني بصوا كانه مبشور بالمبشره بالظبط. فانا اخدت نص الكميه وبدات كده ان انا احط عليها برضو ملح وزيت واضربها كده في الكبه. وانا اللي بتحكم في درجه الخشونه بتاعه البصل، يعني انا عايزاه ناعم، عايزاه خشن، عايزاه وسط. طبعا انا بالضرب بقى بالكبه كده ببدا ان انا ايه اظبطه. هنا بقى ما شاء الله الكميه البصل عملوا لي 4 اكياس محترمين. بصوا الكيس قد ايه. طبعا انا بفرده وببططه كده بحيث ان انا اقدر ان انا اكسر منه بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان ال4 اكياس دول ممكن يقعدوا معايا اكتر من اسبوع او اسبوعين كمان. ليه؟ لاني طبعا انا باخد منه قطعه صغيره على الاكله بتطعم الاكل وكانك عامله بصل فيها، وفي نفس الوقت بتوفر عليكي كتير جدا. وكمان عملت كيسين من البصل اللي هو الناعم قوي ده، اللي زي اللي انا قلت لكم عليه من شويه، اللي هو كانه زي المبشور. يعني ما شاء الله كميه البصل دي عملت لي 6 اكياس، 4 مقطعاهم وسط واتنين ناعم جدا كاني بشرب المبشره. يعني بصراحة انجاز جامد. اي نعم عيني حرقتني جدا، يعني عايزة اقول له حرام عليك يعني تبقى غالي وكمان تحرق عيني. بس الحمد لله اهو يوم بيعدي، بس فعلا بعد كده بحس بقيمة التفريزات دي. بصوا الفلفل بصراحة كانت رجلي وجعتني جدا وكنت بعمل حاجات تانية كتير في اليوم ده، فبصراحة ما قدرتش ان انا اقطع الفلفل على ايدي. فقلت طب ما انا اجرب ان انا احطه كده في الكبة واديله كده ضربتين كاني مقطعاه. والله الطريقة عجبتني جدا. اللي هو فالمهم برضو جبت الكوبايه بتاعتي اللي كانت معايا في كل التفريزات سواء بصل سواء اي حاجه، وبدات ان انا برضو احط جواها كده الكيس، وبدات ان انا انزل عليها بالفلفل زي ما انتم شايفين كده. واتقطع معايا خشن كاني مقطعاه على الكبه على ايدي. يعني طب بتعملي بيه ايه يا منى؟ بحطه مثلا في الكبده الاسكندراني وانا بعملها، بحطه مثلا في الشاورما الفراخ، بحطه مثلا في المكسيكان اللي هو السوسيس بالخضار. يعني بصوا ما بيقولش لا في اي حاجه. حلو جدا جدا وفعلا بيفرق جدا. يعني انت لما تكوني مثلا هتعملي كبده اسكندراني ومش قادره تقطعي فلفل هتاخدي منهم حبه بس ويبقى كانك عملتيه بالظبط. اخر حاجه معايا في التفريزات هي الطماطم. زي ما قلت لكم ان انا خدت كل الطريقه وعملتها صلصه، حطيتها على نار ولما تريت ضربتها بالهاند بلندر وبعد كده صفيتها. وبدات ان انا احطها كده في العلب دي. العلب دي معايا من زمان جدا. عايزه اقول لكم مش عارفه دلوقتي سعرها كام، بس انا بخلي العلبه دي هي المقدار بتاع الطبخه بتاعتي، مع حبه بابريكا مع مثلا كيس صلصه او معلقه صلصه جاهزه، والحمد لله الطبخه بتتعمل وبتبقى طعمها زي الفل وكمان بتبقى حمرا. يعني الحبه الصغيرين دول عملوا لي 7 علب حلوين جدا وانا راضيه جدا جدا الحمد لله بيهم. احسن من ما فيش بصراحه، وبرده بينفعوني كتير جدا جدا في الفريزر في وقت زنقه بقى. طبعا انتوا عارفين الطماطم غاليه، فبنحاول ان احنا نقتصد على قد ما نقدر، نحاول نخلي بيوتنا فيها خير على قد ما نقدر باقل حاجه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، استفدتوا منه. ما تنسوش اللايك. مع السلامه.